الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من نعم الله تبارك وتعالى إدراكنا لشهر الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الفضل الكبير، هذا الفضل العظيم، فضل أو منة إدراك شهر رمضان المعظم. فرأى الصحابة أن رجلا رأى في المنام، رأى ثلاثة من أصحابه، اثنان استشهد في غزوة من الغزوات كشهداء، والثالث عاش رمضان بعدهم بعد استشهادهما. فرآهما في المنام، رأى هذا الصحابي على فرس وهذان الشهيدين على فرس آخر، فكلما حاول إدراك هذا الرجل الذي عاش بعدهما وصام رمضان أخذ عليه مستبقى. فحكى هذا الصحابي هذا المنام أو هذه الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أوليس هذا قد أدركه رمضان بعدهما فصامه؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: فبهذا الذي بلغ. من بين النعم أيها الإخوة الكرام إذ إذكار سبحانه عز وجل من الأمة النعمة الإدراك شهر رمضان. من بين النعم إذ يسبق ربي عز وجل في العباد نعمة يحضر الإنسان شهر رمضان، نعمة يبوزار الإنسان شهر رمضان. أوان التصير في القصة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة يولد المنام ثلاثة من أصحابه، ثلاثة الصحابة يقول عاشوا جهدا لزما النبي صلى الله عليه وسلم. يولد المنام غف
الفرسان بمعنى راكبين الفرسان. ولا السيد الصحابة استشهادا بمعنى غني مساحة الوغى والجهاد والشرف، استشهادا للشهداء. ولا ثم على فرسان ولا الإنسان استثنى إلا لجهدا يرسل ولكن الاستشهاد الحقيقي سيدنا رمضان يصابه بعد السن من بعد توفى. ولا الإنسان الصحابية يقصان من بعد السن رمضان ولا ثاني زوارث يبثلس المسافة يسوق يبثلس الليل مثل النقار. كلما دس الشهداء أن يغلب الشهداء كلما دس الزبق الأثميد الحقان أن يكون في ناس اللاموس. يتحيروا الصحابة كيفاش زوج استشهاد الشهداء سبقهم واحد ما مات الشهيد. جاء سيدنا رسول الله حكاية روى عليه هذه الرؤيا استثنى عليه السلام بناس فلان وفلان ناس نعم، بناس استشهدوا في غزوة فلان ناس نعم، بناس شكون اللي سبقهم؟ بناس سبقهم فلان بزوارث من فلان أشغال، بناس غطى وقيع يوصل بعد توفى الحقيقي رمضان. بناس النبي صلى الله عليه وسلم بناس هذا هو السر. بناس العبد الذي يوصل شهر رمضان بعد شكون؟ بعد الشهادة إن للصحابة يقين. إذا أيها الإخوة الكرام نعمة إدراك شهر رمضان له فضل وبركة عند المولى تبارك وتعالى. فأول أمر لا بد أن نشكر الله عز وجل على إدراكنا لشهر رمضان. نعمة زوالوث هذه حمد الإنسان ربي عز وجل بمثل يوفى شهر رمضان. الأمر السين بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضائل وخصائص ورحمات ومغفرات وبركات هذا الشهر الكريم. فأول فضل أن الله عز وجل جعل خلوف فم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. رائحة الصائم، رائحة فم الصائم تفوح عطرا ومسكا ورضوانا لدى المولى تبارك وتعالى وهو صائم. الفضل سؤاله اجعل رب العالمين الرائحة التي تنبعث التي تخرج في حالة التنفس، في حالة الاستنشاق والاستنثار، الرائحة الطيبة التي تخرج مع التنفس تفوح مسكا أكثر من المسك عند الله تبارك وتعالى. ربي عز وجل يجعل الرائحة والنظام ربي سبحانه عز وجل أكثر من العطر، أكثر من المسك، بمعنى ربي عز وجل يسلسل الرضا والقبول ينس إلى عفو الوصال. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك. وهذا هو السر حينما صام موسى عليه السلام 30 يوما 30 ليلة، جاء ليتكلم مع الله فوق جبل الطور، فحس موسى عليه السلام برائحة عنده كريهة تخرج من فمه، فلم يرد أن يتكلم مع الله على هذه الحالة وهو صائم وعلى هذه الرائحة، فأتى بفلس
التمس بنبتة فاستكى بها فمرها فتكلم مع الله فقال له الله ما فعلت يا موسى؟ قال يا رب العالمين كرهت أن أتحدث معك وتنبعث مني رائحة كريهة رائحة الصيام فأمره الله عز وجل بأن يذهب ويصوم 10 أيام أخرى ويأتي المولى عز وجل صائما كي يكلمه المولى جل جلاله فوق الطور. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. سيدنا موسى عليه السلام يوصل 30 يوم يسد فوق جبل الطور أن يكلم ربي سبحانه وتعالى ينزل في الناس الوحي يحس ان موسى الناس تصفرات فيه رائحة كريهة يروح يتفكير في النبتة يستدهيس إما بغيتي في الزيت فرد سواما باش تحس رائحة من الصيام يكحو سيدنا موسى يتسرع التفسيس الناس ربي عز وجل يا موسى روح وغال وصوم 10 أيام النظام ومن بعد روح داك في الصلاة السرائح الصائم يوكل يما تسكن فيه فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذا هذه القصة الأولى رائحة خلوف الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. 2 تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا. الحاجة السنة الملائكة يا جماعة تستغفر تطلب الرحمة والمغفرة والجنة والبركة والتوبة لمن للصائم. لسان مزار الملائكة دعوا تسدس الخير تقول اللهم اغفر لفلان وارحم فلان وادخل الجنة فلان واشف فلان وارحم فلان. الملائكة يا جماعة يا أهل الإيمان تستغفر طلب المغفرة الرحمة للإنسان الصائم. أي فضل أي أجر أي بركة ينالها الإنسان إن لم يمتثل بأوامر الله عز وجل. أشو البركة أشو الخير إجر بيوتي في كلام النصاب يحتى الملائكة دعوة تسلسل الخير. زين يزين الله عز وجل في كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصير إليه. ربي عز وجل يقول نهار يزين الجنة تاعو كما قولوا يهديها بالعافية وربي يتكلم عن الجنة يقول لها تزيني. لمن؟ تزيني لتستقبل الصائمين من أهل الإيمان الذين يدعون طعامهم وشرابهم وشهواتهم من أجل يرجون رحمتي ويخافون عذابي. الحاجة الثلاثة الفضل الثلاثة ربي عز وجل يأمر الجنة تاعو. ربي غادي يأمر الجنة السيد تزين هاد يمانين ويمير هاد يمانين وحدة تستقبل إذا بلا تقر وتصبح دار النار إذا يروح الجنة إذا يمتثل من طاعته إذا يتجاب الأوامر اليوم. أشهر الرحمة شهر الرحمة ملايين يا رب سبحانه وتعالى أن يرى الجنة أسئلة الإيمان من الشهور والنظام وربي عز وجل يجعل يذكرون في الجنة اسمها أسباب الريان كرب النظام اليوم في سبيل الله شهر ابتغاء مرضات الله أن يشمل الجنة عن طريق هذا الباب عن طريق باب الريان. ثم الفضل الرابع أن الله عز وجل يصفد الشياطين في مثل هذا الشهر يضاعف الشياطين وأعمالهم في هذا الشهر الكريم.
إشراكي ربي عز وجل يتغير يتشكل يتقران مردة الشياطين بمعنى الشياطين يدفع بردان يتغير اسم رب العالمين يتضاعف مثال يتشكل مثال يوكله بلنا عباد الله الصالحين زين في هذا الشهر الكريم تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ونادى مناد من قبل الرحمن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ما الشهر رمضان ربي يفتح أبواب الجنة. نعم، علاش؟ لأن الله عز وجل يسر أبواب الطاعة لعباد الله الصالحين. ربي يفتح ولا الجنة الشغار أخطر يسير الطاعة لعباد الله الصالحين. زين يغلق في قرى جهنم. علاش؟ لأن الله عز وجل كره المعصية لعباد الله جميعا. ربي عز وجل في شهر رمضان يكتب لنا الجنان الشغار خاطر تستفيد الطاعة لعباد الله الصالحين. العباد تصلي التراويح، قرأ القرآن، تصدق، سعى الرحمة، رفض المغفور، داعون، سعى الأخوة، سعى المحبة، كل في بناء السبل سيعيش الإنسان الرحمة يناسب. يغلق ربي عز وجل في بناء جهنم. علاش؟ يغلق العباد كامل كرها المعصية. كرها العباد المعصية. حتى العباد اللي يعرفون في الأسد يقلب من الطاعة ربي عز وجل وانصاف الصدام في الحرام. مرد الشهر رمضان، مرد الشهر الصيام، تاخذ أسبوع يغلق المحمل من الحرام. أكيد يبرد شهر الصيام، أكيد يبرد شهر الغفران. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم التوبة النصوحة قبل فوات الأوان. الفضل السادس في هذا الشهر الكريم ليلة خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. إن شاء الله ليلة القدر ولا ليلة فقسي ربي غادي يعبد يس الله عز وجل خير ما يعبد ربي عز وجل في ظرف 84 سنة. هذا الفضل فضل كبير لنا أيها الإخوة الكرام. يغفر المولى عز وجل للصائمين في آخر ليلة من رمضان، آخر ليلة رمضان ربي عز وجل يغفر للصائمين. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. في أواخر رمضان يعتق المولى تبارك وتعالى عباده من النار بكامل عتقاء من النار، وذلك كل ليلة في رمضان. الإنسان المتصدق ليتصدق التمرة ربي عز وجل يسقيه شربة عناء يوم القيامة لا يظمأ بعدها أحدا. هذه هي فضائل الصيام. لازم أيها الإخوة الكرام نغتنمها. أنت نغتنم أن تكسر بالاستغفار لعل الله تبارك وتعالى يغفر لنا الذنوب ويكفر عنا الخطايا. إنه نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأمر الأول يا جماعة كاين واحد الجامع في عيد زياد. في عيد زياد جوية تاع الوقت يسبقوا لاموكات بلا مجامعة عباد ما شاء الله خصيصا لاموكات الفراش. بعض الأعضاء يكتب الشنة في الجامعة راهم هنا معنا اللي قادر يساعدهم يعاونوا باش يشريوا لاموكات يجي عندنا إن شاء الله نوليو هؤلاء الناس باش يساعدهم. ربي عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. الجامعة كاين علم زياد المودة تخصيك الله موكيات الفراش باش هاد الصالة ديس
وغلبت الإعانة من أهل الإحسان ونسعى النية أيها الإخوة الكرام أثنيعيون أن يسقطنا أصل السكنة بعد إن شاء الله أثنيعيون يوقف فرشد الجماعة السلام. والإنسان ألا يشارك في مسجد ولو بمثل حصيقة بمعنى ولو كان السمير ربي عز وجل أسلم له أخا بالجنة. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام نسأل المولى تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يوفق إن شاء الله طلبة تلاميذ أن يعود بشهادة البكالوريا إن شاء الله عز وجل مثل صابر وهو في أعز شهر التوفيق والنجاح وهو شهر الصيام. ورب إن شاء الله يألف بين القلوب ورب سبحانه عز وجل يثبتنا باش نخدموا الوطن تاعنا ونخدموا الأمة تاعنا وننشروا الخير والفلاح والصلاح في هذا البلد. الأمر الثالث كاين بعض المرضى لا يتنبه على كان أسمع الشفاء أسمع بالشفاء هل يفطر بالشتاء اللي يرغب التنوير والإسعان اللي الإنسان يسعى عملية جراحية يرد الدعاء سيدي يذكر بالشفاء سيدي يذكر بالشفاء اللي جرى بالمرضين الطهور إن شاء الله هل يفطر مثل الشدة التي سيصير إن شاء الله في التنوير لعباد المسلم أسمي رحمة ربي الوالدين النار كامل ولعباد المسلم رحمة ربي يجعل في أبعده مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بجانب الله على قيد الحياة أن يحفظ ربهم ويحفظ ربهم ومسجد الصرافع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Allah